السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. فيديو جديد وفكره جديده تحت طلب بعض من المتتبعات اللي طلبوا مني باش ندير فلوغ او روتين او جوله، واختاريت هاد الجوله الخفيفه الظريفه اللي نتمنى تعجبكم وتروقكم ان شاء الله. ملي مشيت لهاد السوق، سوق القرب فاس، وقلت ندير هاد الدويره الخفيفه. ما نكذبش عليكم، حشمت نبقى غاديه صورت غير شي حاجه قليله. المهم البدايه شويه صعيبه. صورت غير شويه، المهم نتمنى تقبلوا مني. صورت شويه ديال الفخار اللي عشاق الفخار، والماعن ديال الاواني البيضاء كما كتشوفوا. عندهم العشاق ديالهم. المهم قبلوا عليا وغادي نشارك معكم المشتريات وكنطولها لحقاش غادي تشوفوا في نهايه الفيديو المشتريات. تبارك الله وصل على النبي، داكشي كتير. المهم وعطيوني رايكم.
دابا نشارك معكم المشتريات ديالي. احنا جينا لوقت الجد وتشوفوا المشتريات. كما كتشوفوا هادشي كتير تبارك الله وصلى على النبي وكبير وما نقول لكمش. ها هما المشتريات، ها هما المشتريات. شرينا 2 غليرفات ديال الماء ديال الطين. المهم غير باش نضحكوا شويه وصافي قلت غادي ندير ملي شريتهم عجبوني، شفتهم وعجبوني وشريتهم، وقلت غادي نبسط معكم شويه ونقول لكم راني درت المشتريات. انا فيديو ديال المشتريات زعما غير البسط، غير باش نضحكوا شويه مع بعضياتنا وصافي. المهم كما كتشوفوا راه كانوا في الاول راكم شفتوهم ما كانوش فيهم العسل الكحله او القطران. المهم ودرنا فيهم واحد فيه كتير والاخر غير شويه. ما كتعجبنيش انا بزاف الريحه. ايوا المهم كي جاوكم المشتريات ندوزو للمعقول. شوربه القرعه الحمراء او القرع الاحمر، سهله ولذيذه وفي نفس الوقت ما كتستغرقش وقت طويل باش توجد. كما كتعرفوا القرعه دغيا كطيب ولذيذه صراحه. عندنا في المقادير عندنا بصله كبيره مشلضه عشوائيا مقطعه عشوائي، ماشي ضروري كبيره ولا صغيره. كيلو ديال القرعه، 2 جزرات كبار، وشويه ديال الملحه وشويه ديال السودانيه. ممكن نعوض السودانيه بالبزار او الفلفل الاسود او السودانيه، اختياري. بغيتو ديروا تي شويه ديك النسيمه ديال الحار راه كديروها، ما بغيتوش بلاش. كنديروا واحد المعلقه كبيره ديال الزبده ونديروا معها البصله ونديروا القياس ديال الملحه، معلقه ديال الملحه تقريبا. المهم انا كنصب وكنقاد قدامي. ندير الملحه وكما قلت لكم السودانيه او البزار اختياري. نديروا قياسنا وغادي نشحروا البصيله ديالنا على نار مهيله. غادي نشحروها مزيان حتى كتبدا تذوب البصيله. عاد غادي نضيفوا لها القرعه والجزرات والماء. كنضيفوا خلاص الماء الكافي، ما غاديش نعطيكم القياس لان عينكم ميزانكم تتغطى القريعه وصافي. ودغيا كطيب القرعه وخيزو راكم عارفين دغيا كيطيبوا 4 ساعة ولا كيكونوا طايبين، لان الكوكوط كنسدوا عليها راه دغيا كطيب. وكنطحنوها يا اما بالطحانه اليدويه ولا هاد الكهربائيه ولا الكاس ديال المولينكس ولا. والخفه ديالها او الثقاله على حساب كل واحد شنو كيبغي. بغيتوها تقل من هكا كتزيدوا تخليوها تطبخ، بغيتوها بحال هاد الشكل ولا جاريه على هاد الشكل راه غادي. المهم نتوما عينكم ميزانكم. كنضيفوا شويه ديال الفرماج، انا درت شويه ديال الموتزاريلا وشويه ديال الفرماج الحمر و غير كيذوب دغيا راكم عارفين الفرماج. المهم وغادي نضيف عليها واحد شويه ديال الكروفيت. اختياري بطبيعه الحال، بغيتو تضيفوه واخا ما بغيتوش تضيفوه راه ما غاديش. وعندنا غير واحد 3 ديال الدقائق، 3 دقائق كتكون واجده وبصحه وراحه. المهم عندي واحد الملاحظه انني درت انا 2 انواع كما شفتوا، وحده كتبان لكم بحال صفراء وحده اورانج. الاورانج ما زدتش طحنتها صافي خليتها هكا وحطيتها هي هذه. درت عليها واحد شويه ديال الفرماج حتى حطيتها في الزلافه ودرت عليها واحد شويه ديال الفرماج. هذه شديت هزيت واحد شويه من الكوكوط وطحنته بديك الطحانه بداك المولينكس. طحنتها داك الفرماج ما بقاش باين
وعاد درت لها الفرماج من الجنيبات وصافي. وصلنا لنهايه الفيديو. نتمنى الوصفه تنال اعجابكم ونتمنى الفيديو يعجبكم. الا عجبكم ما تنسونيش بلا جيم والتعليقات ديالكم زوينه. واللي مازال ما انضمش للعائله الصغيره ديالنا اللي نتمناوها ان شاء الله مع الوقت ومع المده تكبر ان شاء الله، انضموا لينا بالضغط على زر صابوني وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. وما تنساوش شجعوني شجعوني شجعوني. وشكرا لكم كاملين كاملين.